ممكن نعاقب الأطفال ب7 طرق، وإحنا متبعين أساليب التربية الحديثة، أساليب التربية الإيجابية، أساليب التربية الصحيحة. لو عاوزين تعرفوا إيه هما ال7 طرق دول تابعوا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وإذا انتم جداد في القناة أهلا وسهلا بيكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. اول حاجة لازم نكون عارفين انه انا بعاقب الطفل علشان الحاجة الغلط اللي هو عملها دي، يعني بعاقبه على السلوك الخطأ اللي فعله، مش بعاقبه علشان هو ده بالذات اللي عمل الحاجة دي، يعني مش بعاقبه لنفسه او لذاته، لا انا بعاقبه على السلوك الخطأ اللي هو عمله اللي صدر منه، علشان السلوك ده غلط ما ينفعش ان هو يحصل، فانا بعرفه وبعاقبه على الحاجة دي اللي هو عملها. تاني حاجة لازم نكون عارفينها هي انه للعقاب مراحل. يعني ايه للعقاب مراحل؟ يعني ما ينفعش الطفل يكون عامل الحاجة الغلط دي لأول مرة، هو أول مرة يغلط ويعمل الحاجة دي وأنا أعاقبه بإني أضربه، ما ينفعش. يعني ما ينفعش أستخدم معاه طريقة عقاب المفروض إني أستخدمها لما يكرر الغلط ل7 مرة، أو طريقة عقاب لما يكرر الغلط ل5 مرة، لا، يعني المفروض يكون في تدريج. يعني هو أول مرة يعمل الحاجة الغلط دي فأنا بستخدم معاه طريقة عقاب مناسبة لعدد المرات اللي هو كرر فيها الغلط. هو أول مرة يعمل الحاجة دي فأنا بستخدم معاه طريقة معينة. طب كرره ل2 بستخدم معاه طريقة مختلفة عن المرة الأولى. كرره ل3 مرات استخدم معاه طريقة مختلفة، وهكذا. فما ينفعش إنه أول مرة يعمل الحاجة دي فأنا أستخدم معاه طريقة عقاب المفروض إني أستخدمها لما يكرر الحاجة الغلط دي ل5 مرة مثلا. فهي دي معنى للعقاب مراحل.